عمرك سألت نفسك ايه اللي بيحصل في جسمك لما بتحب؟ يعني انت مثلا دلوقتي بتحب بنت، ايه اللي حصل في جسمك لما حبيتها؟ ايه اللي بيحصل لما بنحب؟ ايه اللي بيحصل جوانا؟ دلوقتي انت شفت بنت فيها مواصفات اللي انت عايزها في فتاة احلامك. انت مثلا عايز بنت تكون حنينة، فلقيت بنت فيها الحنية فتشدت لها، حصل انجذاب ناحيتها. اول ما بيحصل انجذاب وتحس ان انت في حالة حب معاها، جسمك بيفرز امتع هرمون على وجه الارض، وهو هرمون السعادة، الدوبامين. بيعمل ايه من اسمه كده؟ بيديك سعادة. علشان كده لما تلاقي حد بيحب او عايش قصة حب، او لما تلاقي حد مبسوط وماشي كده عمال يصفر كده وعمال مبسوط بقى وعمال يغني، بنقول له ايه ده؟ وانت بتحب ولا انت عايش قصة حب؟ لان الحب بيدي هرمون السعادة، وهرمون السعادة ده يخليك كده زي على رأي الفيلم ما قالك، مبسوط وعايز اخلي الناس كلها مبسيط. يعني انا مبسوط وعايز ابسط الناس كلها. ماشي كده عمال توزع، عمال تعزم على الناس في الشغل، عمال تجيب للناس هدايا، عايز تبسط الناس كلها لانك مبسوط بفعل هرمون الدوبامين. طب هرمون الدوبامين اللي بيفرز لما بتكون في قصة حب بيعمل ايه تاني؟ بيعمل يا جماعة بيديلك نشاط. يعني ايه بيديني نشاط؟ يعني تلاقي الاتنين اللي بيحبوا بعض مطبقين طول الليل، عمالين يكلموا بعض طول الليل في التليفون، وتلاقي الشخص ده يروح الشغل تاني يوم فايق جدا. يعني يقعد يقول انا ازاي فايق كده رغم ان انا طول الليل صاحي؟ بفعل هرمون الدوبامين، لانه بيديك نشاط. بتبقى مش مصدق نفسك، انا طول الليل ما نمتش وبتكلم مع البنت اللي انا بحبها ومش عارف ايه، وبعد كده اوصل الشغل فايق وكأني نايم طول الليل. ده بفعل هرمون الدوبامين. تالت حاجة بيعملها انه بيديك لهفة واشتياق. عشان كده الاتنين اللي بيحبوا بعض تلاقيهم دايما ملهوفين على بعض. طمني عليك، انت صحيت، انت اكلت، انت نمت، انت شربت، انت لبست، انت وصلت، طمني. اوعى تكون نمت من غير ما تطمني. انت اكلت كويس؟ دايما عندهم لهفة كده. لما توصل طمني، لما تعمل، ملهوفين على بعض. حتى لما يقعدوا مع بعض في كافيه ممكن يقعدوا ساعتين، فهو يقول لها ايه؟ بجد الوقت طار، انا قاعد معاكي ساعتين حسيت ان هما دقيقتين، انا مش عارف ازاي الوقت عدى كده. انا حاسس ان انا من كتر ما هو مبسوط الوقت طار، ومن كتر ما هما جواهم لهفة. تبص تلاقيهم كده هما قاعدين بياكلوا مش باصين للاكل، باصين لبعض. تعرف الاتنين المتجوزين او الاتنين المخطوبين من ايه؟ ان متجوزين قاعدين عمالين ياكلوا، حاطين همهم في الاكل، مش مهم بقى انت ما انا شبعت منك. لكن الاتنين اللي لسه مخطوبين او لسه مش متجوزين، تلاقيهم وهم قاعدين في الكافيه قاعدين يبصوا لبعض، مش مهم الاكل، مراكز الجوع قفلت، انا مش جعانه، انا شبعانه طول ما انا شايفاك قدامي. ده بفعل ايه؟ ده بفعل هرمون الدوبامين. بيعمل ايه تاني هرمون الدوبامين؟ بيعمل رغبه. عشان كده اي اتنين بيحبوا بعض في بينهم رغبه جسديه تجاه بعض، وده شيء طبيعي يا جماعه. لان لو انا بحب واحد ومفيش عندي رغبة تجاهه، ابقى انا كده مش طبيعية. لان ربنا خلق جوانا كلنا رغبة تجاه الجنس الاخر، ده شيء طبيعي جدا. فهم بقى تبص تلاقيهم ايه؟ عندهم رغبة تجاه بعض، يبعتوا لبعض فيديوهات فيها قبلات واحضان. الله، نفسي احضنك كده، نفسي اخدك في حضني كده، نفسي مش عندهم رغبة. طبعا بيعمل ايه تاني؟ بيعمل حاجة اسمها الجنان. الجنان يا جماعة، عشان كده تلاقي تصرفات مش منطقية. تلاقي واحد ممكن يسافر 300 كيلو عشان بس يشوف البنت اللي بيحبها من بعيد، ويقول لك والله ده بيحصل، يقول لك انا سافرت بس عشان اشوفها كده واقفة في البلكونة، عشان اشوفها، انا ما كلمتهاش بس رحت عشان اشوفها. بيعمل تصرفات مش منطقية. بنت واقفة في وسط الشارع تحضن مثلا، تحضنه مثلا، تقول له بحبك بعلو صوتها. يا بنتي انت في الشارع والناس بصالكم، ما يصحش. لا، هي مش مدركة، هي بتعمل تصرفات مجنونة. طب ليه ده بيحصل؟ لان لما بنحب قوي في حالة الحب، الفص الامامي من القشرة المخية بيتعطل. وده المسؤول عن ايه؟ الفص الامامي من القشرة المخية ده المسؤول عن التفكير المنطقي والحكم على الاشياء بالمنطق. فلانه متعطل، لانه مقفول، ايه اللي بيحصل؟ بتبص تلاقي نفسك بتعمل تصرفات مجنونة، بتعمل تصرفات مش طبيعية. تسافر، تقف تحضنها في وسط الشارع، ما تنامش طول الليل، تطنش شغلك، المهم ابقى معاها. تصرفات مش منطقية يا جماعة. وهي دي مشكلة اللي بيقع في الحب بس من غير العقل. انه ايه اللي بيحصل له؟ بيعمل تصرفات مش منطقية لان المنطق متعطل. طب هتقولي بعد كل اللي انتي قلتيه ده عايزة توصلي رسالة ايه؟ عايزة اقولك ما تتجوزت بناء على الحب ده وبس.
لان الحب ده مع الجواز هيروح، وهيفضل حاجات تانية أهم بكتير. مش هيروح يعني هتكرهوا بعض، بس الشوق واللهف أو الرغبة كل ده بيقل بيخمد، فهتبص تلاقي في حاجات تانية أهم ظهرت على السطح. فاوعى تتجوز وتاخد قرار جواز بناء على كده. ليه؟ لان زي ما قلت لك الفص الامامي من القشره المخيه بيتعطل، فانت ما بتعرفش تحكم بالمنطق. فعشان كده تلاقي ناس كتير تقول لك يا ابني البنت دي مش كويسه، ابعد عنها، دي مش مناسبه ليك، دي فيها عيوب. انت من كتر ما انت بتحب والفص الامامي متعطل اللي هو بتاع الحكم على الاشياء بالمنطق، انت مش شايف عيوبها. يا ابني دي مش كويسة، يا ابني دي اهلها مش عارف ايه، مش مهم، انا بحبها. الحب بيخليك معمي، عشان كده قالوا مراية الحب عمية. وانا فهمتكم ايه اللي بيحصل والهرمونات بتعمينا ازاي. فالرسالة اللي عايزة اوصلها، ما تاخدش قرار جواز بناء على بس المشاعر دي، لان المشاعر دي مش حقيقية. لان المشاعر دي بتعميك عن عيوب هتتفاجئ بيها بعد الجواز. امال اخد قرار الجواز ازاي؟ بالعقل والعواطف، مش بالعاطفة بس، لان زي ما قلت لكم العاطفة بتخليك معمي. وربنا يساعدكم جميعا.